اهلا وسهلا بيك في حلقه نار. النهارده جايلك بشويه اخبار من الاخر. لو فوتت الحلقه دي فاتك كتير من كل اخبار الاهلي واخبار المنتخب والدنيا دي كلها. وكريستيانو معانا في الحلقه، ومرتضى معانا في الحلقه، والناس كلها ما علينا. لو انت لسه اول مره تشوفني فما تنساش تشترك في القناه، تدوس لي لايك جميل عشان زمايلك يعرفوا ان انا موجود وان انا رجعت تاني وبنعمل فيديوهات والدنيا الجميله دي. دعما واحبك لاخوك وصلي على النبي ويلا بينا. كنت قاعد لقيت تليفوني بيرن، فتحت. قال له السلام عليكم، مين معايا؟ قال لي مارسيل كولر. قلت له ازاي يعني؟ ازاي؟ قال لي طبعا ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اتصل بالاعظم اللي هو العبد لله. قلت له خلصانه يا عم مارسيل، تعالى قول لي في ايه. قال لي انا عايز منك شويه طلبات كده هتوصلها لمجلس الاداره. قلت له من عينيا. قال لي احنا عايزين نرجع الجيل الذهبي. قلت له راجل بتفهم محترم، قول لي انت عايز ايه، طلباتك اوامر كده. قال لي راس حربه. قلت له طب وشادي اللي احنا لسه جايبينه؟ قال لي شادي تمام زي الفل، بس انا عايز راس حربه حاجه تانية. قلت له خلاص، في واحد من الحبايب انا هخليه لكم الحلقه بكره، واسمع مني الكلمه دي. وتقريبا مخلص في الاهلي. قلت له ايه تاني؟ قال لي وينج. قلت له مارسينهو. قال لي اه. قلت له انت مصر عليه برضه؟ قال لي ايوه انا مصر على مارسينهو. قلت له من عينيا هجيبهولك، بس برونو سافي. قال لي هلاعب ده في جنبه وده في جنبه. وقال لي عندي ليك مفاجاه بس مش مفرحه شويتين. قلت له يا عم مش مفرحه مش مفرحه، قول. مش في الصفقات؟ قال لي ايوه. قلت له ايه؟ قال لي تاو عايزه يمشي. قلت له بس كده؟ غالي والطلب رخيص، هو كده كده بيتصاب كتير، بس مش انت قلت ان انت مقتنع بيه؟ قال لي انا مقتنع بيه وكل حاجه، بس برضه لازم يمشي، مش عاجبني، ما بقاش عاجبني، قوته البدنيه مش قد كده وبيتصاب كتير وسنه كبر. زق. قلت له من عينيا زقهولك في الشتاء. قال لي اه بقى انا كده معايا مكانين. كده هيبقى عندي مارسينو وسافيو وعلي معلول وواحد تحت السن. معايا مكانين في المحترفين فوق السن، عايزك تملاهم لي. قلت له عايز مين؟ اشر، وانا شاور على اللي انت عايزه وانا اجيبهولك. قال لي القندوسي. قلت له تاني القندوسي؟ احنا كنا قعدنا تقريبا وخلصنا ومش عارف ايه اللي حصل في فترة تغيير المدربين دي، ما جاش ليه؟ قال لي اما انا كنت مختلف معاهم عشان ما كنتش لسه عارف حد. قلت له تمام خلصانه، القندوسي نحطه في حساباتنا. ومين تاني؟ قال لي باك بديل لعلي معلول. قلت له عينك على مين يا عم مارسل، انا شايف عينك بتلمع كده. قال لي اسحاق يعقوب، عيل خفيف سريع قوي بدنيا بيعمل عرضيات بلسه. انا بحب العيال دي وبعتمد على عرضيات ساعات، فعايز الواد ده. قلت له بس كده اللي انت شايفه؟ قال لي وكام حاجه كده لو تعرف تخلص لي اسامه جلال في قلب الدفاع. قلت له بس ده في بيراميدز. قال لي خلاص ندور على واحد، وانا هدور لك على واحد واجيب لك اسمه بكره. فاستنوا بقى الاسمين اللي هو راس الحربة وبتاع بكره، عشان هتبقى حلقه ناريه، حلقه نار، حلقه بص. بس اهم حاجه ما تنساش تعمل لايكك وشيرك وسبسكرايب. خلصت وقفلت مع عامل مارسيل، قلت له مع السلامه، في رعايه الله يا حاج، وتيجي من اجازتك بالسلام. بفتح التلفزيون، بسم الله الرحمن الرحيم، ابص الاقي مرتضى منصور في وشي. في ايه يا جدعان؟ قال لك يلعن كذا يلعن كذا يلعن كذا يلعن كذا، انتوا مش عارف ايه، وانتوا شويه قراميط وانتوا ما تنفعوش. برن على الاعلى للاعلام، قال لي خلص انا عم الاعظم، احنا ما نقدرش نعرض لك طلب. فتحوا معاه تحقيق وغالبا القناه هتتقفل. بيقول لك حققوا معانا وجازوني انا، ما تجازوش القناه. يعني انت كنت طالع بتقول الكلام ده فين؟ ما انت كنت طالع بتقوله في القناه، لازم القناه تتقفل. خلصت بفتح السوشيال ميديا، قلت بقى اقلب بقى ده ايه اليوم لقيت كريستيانو رونالدو طالع بيقول لك انا بعتمدش تنهاج، وقام مشوح بايده كده يا عم تنهاج. هو حقه، الراجل حقه. وقال لك ان في واحد كمان هو بيعتمدوش، مش فاكر هو مين، بس ما علينا يعني، كله سهل، كله جاي، متخافوش. فغالبا كريستيانو ماشي في الشتاء ده، مش غالبا ده اكيد بعد التصريحات اللي هو قالها دي. ولو انت لسه ما عملتش اللايك اعمله يا اخي، ادعمني يا اخي، يا اخي اشترك في القناه يا اخي، بجيب لك اخبار طازه وحاجات حلوه. والله العظيم لخبطتني، نسيت اني كنت هكلمك عن مين. منتخب يلعب يوم 18 ضد بلجيكا يا شباب. هنلعب يوم 18 ضد بلجيكا، واحنا واخدين عبد الله جمعه اللي طلع له ليا من كتر القعده على الدكه، واخدين عمر جابر اللي ابناء فريقه ما بيطقهوش، مشجعين فريقه ما بيطقهوش. ايه العبث ده؟ ايه اللي احنا بنعمل؟ مين هيلعب في المنتخب؟ اروح انا؟ يا ريت محمد الشناوي ما يشاركش. انا اهلاوي بقول لك يا ريت محمد الشناوي ما يشاركش.
وياسر ابراهيم مش مراهق ولا حاجه. ومحمود متولي اتصاب بسبب المنتخب، ايوه بسبب المنتخب. محمود متولي مبعوث معاه ملف من سبيطار كيفيه تدريبه وايه الاحمال اللي المفروض تتحط له عشان ما يتصابش تاني. طبيب المنتخب تجاهل الكلام ده كله وضرب بالكلام ده كله عرض الحائط. قام مصايب اللي خلى اللاعب يتصاب، قام قال له مش بعت لك ياسر ابراهيم، شوف انت بقى هتلعب بمين، دور على حد تلعب بيه. كده كده محمد عبد المنعم متصاب في مناخيره فمش هيلعب معاه. محمود متولي اتصاب وياسر ابراهيم عنده ارهاق، واحنا داخلين على كاس عالم. ما تنساش بقى تتابعني اهو، بص بكرر لك تتابعني كتير عشان احنا داخلين على كاس عالم. وبقول لك انا رجعت، الاعظم رجع يا رجاله، اعظم رجع. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه. بس كده، مش طالب منك حاجه اكتر من كده يا اخي. يا اخي هتخسر ايه؟ ما انت بتتابع عيال هايفه. ما تتابعني ياض، هتكسب يالا. تابعني هجيب لك اخبار محدش بيجيبها لك يالا في الكوكب يالا. بالنسبه بقى لكاس العالم، فانا كالاعظم لا هشجع البرتغال ولا هشجع الارجنتين، هشجع المانيا. انا بحب المنتخب دي يا جدع، بحب المانيا. وممكن اشجع مع البرازيل وشكرا. اي نعم عمي كورتوا في اسمها ايه بلجيكا، بس انا مش هشجع كورتوا يا اخي كل واحد له انتمائه يا اخي، انا حر. انت عارف لو منتخب مصر كان دخل كنتش هشجعه، ومنتخب مصر ضد بلجيكا هقعد اشجع لوكاكو. ويا ريت محمد شناوي، يا جدع محمد شناوي ما بيعرفش يلعب. لاعب محمد عواد، لاعب لاعب صبحي، لاعب اي حد، ما تلعبش محمد شناوي. مين ده اللي يلعب مش مستوى المنتخب خالص، ولا هو ولا اكرم توفيق، رجعهم على النادي. ولا حمدي فتحي مستوى المنتخب. حمدي فتحي مين ده اللي ده؟ انت معاك جوهرة خط النص، طارق حامد، يعني ده انت معاك عنتيل في خط، انت مش محتاج حمدي، روح حمدي فتحي. واكرم توفيق يا عم، انت واخد عمر جابر، ده عمر جابر، انت عارف انت بتقول ايه؟ خلي عمر جابر وروح اكرم، مش محتاجين، ما بيعرفش يلعب. محمد شناوي ما بيعرفش يلعب، وراخر مشيه. وشكرا ليك انك كملت الفيديو لحد هنا. ما تنساش بقى اللايك، ومع السلامه يا حبيبي. واستنى الفيديو الاعظم من بكره، من الاعظم. سلام.